الشتويه الحلوه اللي جايه ده هي اللي احنا فيها ده هي هيتعلم الادب وهيقول حق رقبتي ويرجع لاصله تاني. السلام عليكم، ازيكم؟ تعالي لي كده بقى يا ام العيال اللي عايز تاكل عيش بالحلال وانت قاعده في مكانك، عايزه بس اللي يسندك ويقف معاكي. وطبعا ابو رجب اخوكي معاكي هيساعدك ان شاء الله، وهيديكي القشطه الفلاحي دي قسما بالله بطنه في قلبها سمنه، هيدولك بأقل الأسعار. تمام. دوني الاتنين كيلو 6 حبايات، وفي قليل منه ال7 حبايات 2 كيلو، طبعا بعد الملح صافي فسيخ صافي على الأكل. وهتستلمي مني الكيلو كيلو بفضل الله. بكام بقى يا ست الناس؟ ده ب220 جنيه، لكن لأختي اللي عايزة تاكل عيش بالحلال ب180. طيب انت تبيعيه بكام يا ست الناس؟ هتبيعيه ب230، ترزقي فيه احلى رزق، وفي مفاجآت تانية برضه. ده في توصيل مجانا، وفي لما تكلمينا هننزل منه شوية كمان، وحاجات كتير كده. فانا عايزك تكوني عايز تاكل عيش وانت قاعدة في مكانك وترزقي رزق طيب، وما تستنيش، كلمينا على طول. سمك شايف عامل ازاي يتحدث عن نفسيته، بسم الله ما شاء الله. شايف الاحجام؟ حكم عفر، وعفر دي يعني كبير. تمام. واللي تحت اكبر، انت عارفين ان انا ببدا اول من تحت اكبر. بس اني بعصر السمك بخليش فيه ميه نهائيا، بخلي السمكه والصلاه النبي كلها سمنه ولحم. يعني السمكه لو ربع كيلو تاكل نفرين. الفكره في ايه بقى يا اولاد؟ ان بنقي السمك التخين، عشان كده تقولنا ايه بغيب اما اجيب سمك، ما بجيبش اي سمك على طول واشتغل وخلاص. طيب دي واحده. التانية ايه يا اولاد بقى؟ السردين الجامبو. يعني ايه سردين جامبو؟ يعني ال 12 واحدة بعد الملح كيلو. الطبق فيه 12 سمكة كيلو بعد الملح. بكام يا حبايب؟ ب130. طب هنرزق ازاي يا ابو رجاب؟ هيبقى ب100 جنيه بس. كده بس يا ابو رجاب؟ لا، بعد ما تتصل ونتفق على الكمية هنزل كمان، وفي توصيل مجانا. يعني يا جماعة بصوا، لازم نقف جنب بعض ونساعد بعض عشان نرزق من فضل الله. تمام كده؟ ادي اهو السمك اهو. تمام. ان شاء الله باذن الله معانا 4 ايام ويطلع باذن الله. انا برده يا جماعه 3 مرات. تمام. عشان اللي بيقعد يخترع ويقعد يقول ايه احنا بنعمل واحنا بنترك وفسخ مش عارف مين. لا، شايفين ده؟ انا بشتغل بده، واقسم بالله لو وقف على دماغه والزرع على دماغه ما عارف يجيبه اللي بشتغل بده، ولا يعرف يحوجه. تمام. عايزكم تتعلموا ان اللي بيشتغل بمرض الله له الجنه. تمام. بيشتغل بمرض ربنا. والحمد لله احنا قرايبنا عتاولة الفسيخ في دمياط. عتاولة الفسيخ انا اصغرهم. حكم اني اصغرهم، انا ابو رجب الصغير. يعني معروف احمد ابو رجب الصغير في هناك، واحنا في البلد عندنا في القريه بتاعتنا. انما البلد بتاعتنا الكبيره اللي هي عزبه البرج، مدينه عزبه البرج، انا بقى في قريه في وسط الليله دي. تمام كده. فبالصلاة على جمال النبي احنا ما بنزعلش حد، وبنرضي جميع الناس وجميع الفئات، محدش يجي عندنا ان شاء الله ويزعل ابدا. تمام. عندي السردين ال 12 حباية كيلو، عندي الفسيخ ال6 حبايات 2 كيلو، وال7 حبايات 2 كيلو، وعندي الرنجة ال4 حبايات كيلو، رنجة سمنة بلدي، سمنة بلدي بس فيها ال4 حبايات وفيها ال5 حبات عشان المصداقية. دلعة فيها بعد حاجة مبطرخة، لكن سمك تخين وفيه سمنة بلدي. دلع جدا زيرو ملح يعتبر زي ما بيقولوا، لأن الدين ما هياش فسيخ. الفسيخ زيرو ملح يعني حاجة يترمي. الفسيخ نقول عليه ايه؟ دلع مظبوط حادق. انما عادم او زيرو ملح يبقى ده ما يعرفش حاجة عن البرنجان المسلوق خالص خالص. ليه بقى يا حبايبي؟ لان هو لو عادم يعني ما فيش فيه ملح، يعني هنطلعه من الملح هنحطه في قدامنا كده في قلب الطبق ناكل 5 6 دقايق يقوم يجي يدوب وما فيش فيه ملح. ربنا يعافينا. لكن الرنجة بتتبخر على النار، يعني بتطبخ زي اكل دلع، زي ما مثلا ما بتقلي لك بيضه وبتقلل الملح فيها، زي ما بتعملي شويه شوربه خضار وبتخف الملح منها كده، يعني لانها بتتحفظ في الثلاجه او في الفريزر. لكن الفسيخ نو،
محدش يقنعني ولا حد يكلمني في الموضوع ده عشان انا عصبي. بجد مش بهزر، عصب. عنده السكر بقى 500 اقسم بالله وشويه. فحافظوا على السلالة عشان ما اموتش واطلسهم. واللي بيقعد يقول بقى ايه ده انا بعمل مشروع وبعلم الناس وكده، كل ده في الفاضي، ده كلامي وبيسرق كلامي. بس انا سايبه اعلم الادب في الشتاء. الشتويه الحلوه اللي جايه ده اللي احنا فيها ده هيتعلم الادب وهيقول حق رقبتي ويرجع لاصله تاني. تسرقش كلامي، محدش يسرق كلامي، انت اعمل اللي انت عايزه وبوظ سمك الناس وهيجولي وهنصلحه لهم بفضل الله، انما تسرق كلامي لا ازعل. خدت بالك؟ حته بقى مشخشخ والتشريش وما شابه. اوعى اوعى، انا قلت لك اهو. عايز تشتغل الله يرزقك، انا عاوزك تبقى ملياردير، انما حذر كلامي. خلاص. تمام. خلينا بقى في حبايبي واخواتي اللي معانا القناه بتاعتنا بقت 12,000 اولاد وشويه. شيروا القناه ولايكات. وعشان انا عايز اجيب عربيه، محتاج اجيب عربيه ضروري والله. الحمار وقف في قلب الاسطبل هيموت، عايز عربيه. فربنا يوفقني ويوفقكم يا رب. تمام. اهو. يعني انتوا عارفين لو انا قعدت اصور كمان 10 دقايق هنفسخ مني ونقعد نتغدى سوا من الساعه 9 الصبح. وما نمتش ومعايا العيال الصغيره جوه ما بيناموش. فعندي بيبو مولع على الفحم والنوبه ده اللي اسمها هنا، انتوا عارفين البت هنا الصغيره دي مسماها النوبه. وبيبو اللي هي يارو مولعه على الفحم وهنا بتحضر المعسل. خلاص. أهو. يبقى معانا ايه تاني؟ معانا ال- الفسيخ السبع حبايات 2 كيلو والست حبايات 2 كيلو. بس اللي هو الست حبايات 2 كيلو اكتر. تمام، لان السمك غالبيته كبير. ومعانا السردين اللي 12 حبايه كيلو، الطبق عباره عن 12 حبايه كيلو دواني. قلنا الفسيخ هيبقى ب 180، وان شاء الله في تفاوض بعد ما نعوز الكميه. والسردين ب 100. وبيبو اللي هي يارو مولعه على الفحم وهنا بتحضر المعسل. خلاص. أهو. يبقى معانا ايه تاني؟ معانا ال... الفسيخ السبع حبايات 2 كيلو والست حبايات 2 كيلو. بس اللي هو الست حبايات 2 كيلو اكتر. تمام، لان السمك غالبيته كبير. ومعانا السردين اللي 12 حبايه كيلو، الطبق عباره عن 12 حبايه كيلو دواني. قلنا الفسيخ هيبقى ب 180، وان شاء الله في تفاوض بعد ما نعوز الكميه. والسردين ب 100 وفي تفاوض وفي توصيل مجانا ويعني ماشي. فاسيبكم على خير.